السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى طول بخير. معاكم مي من قناه مايوش ايه. النهارده فيديو جديد وهيكون مقارنه بين 3 منتجات، منتجين من جونسون ومنتج من ايفون، التلاته لازاله المكياج. اول حاجه هتكلم على حاجه وهقول لكم ان انتوا تشيلوا المكياج باحلى منتجين ايه. اول حاجه هتكلم على جونسون لازاله المكياج. ده كان ثمنه 28 جنيه او 29 في الرينج ده 200 ملي. ان ده استخدامه هو 3 في 1، يرطب ينقي ينظف. انا ولا لقيت ترطيب ولا لقيت تنقية ولا لقيت تنظيف بصراحة. ما لقيتش حاجة خالص من التلاتة دول. هو لونه كده، هو لونه ابيض خفيف تمام، هو لونه كده. لكن لو حطيته جنب ايفون اتقل، ايفون كريمي اكتر. بصوا ده ايفون، ده جونسون. بصوا ايفون بينزل يعني في كريم، لكن ده بصوا ثابت في ميه. اول حاجه جونسون ما عجبنيش خالص ان انا استخدمته ان انا حاطه مكياج، حاطه مثلا كحل زي ما بنحط عادي، حاطه ماسكارا وحاطه اي شادو. استخدمته بالقطن بتاع الوجه، حطيت حبه ومسحت بيه وشي، لقيت لا ان هو مش بيشيل كويس. يعني بيشيل بس مش كويس. يعني امسحي اكتر، تمسحي وغلط انتي تمسحي جامد فوق العين. يعني هي فوق العين، يعني لو هتمسحي بالوايبس يعني مسحه واحده مش 1 و2 و3. انا عشان اشيل بجونسون مكياج فوق العين استخدمت 3 من قطن الوجه، وده غلط ان انا امسح بالعدد المرات دي على العين. كل ده علشان بس ايه؟ اشيل المكياج. فانا ما انصحكوش خالص ان انتوا تجيبوا جونسون ده. لكن بتاع ايفون انصحكم تجيبوه جدا. ده كان سعره 35 او 45 في الرينج ده، مش فاكره قوي. ده 150 ملي. برضو ان انتي تاخدي القطن بتاع الوجه وتحطي كميه، وتحطي برضو العين. من خلاص انت حطيتي العين تمسحي هتلاقي كل حاجه اتشالت، شادو، كونسيلر، ماسكارا، وحتى الووتر بروف. يعني كل حاجه اتشالت. كريمي جدا، كمان بيرطب لما تيجي تشيلي المكياج. لكن ده بينشف، بتاع جونسون بينشف بعد ما خلاص ما شلتي واستخدمتيه، هينشف العين. لكن ده هيسيب كده ايه، تحسي ان الجفن بتاعك فيه نسبه كريم مش جاف قوي. فانا انصحكم بايفون، جميل جدا وانا ده هستمر عليه على طول. لو مش قادره تجيبي ايفون او ما عندكيش حد يجيب ايفون، على فكره انا جايبه المنتج بتاع ايفون من جروب تحت، هسيبهولكوا برده في صندوق الوصف. لو مش قادره بقى تجيبي منتج ايفون، ممكن تجيبي الوايفز بتاعه جونسون. دي تمنها 35 تقريبا. هي فيها 30 منديل. خلاص انت لو اخدتي منديل مسحتي بيه عينك ووشك والروج وكل حاجه، خلاص ده يكفيكي. بس برضو ما تعتمديش على المنتجات دي. يعني هحط لكم بس المنتجين اللي انا حبيتهم. ما تعتمديش على المنتجات ان انت خلاص يعني شلتي بالوايبس او شلتي باللوشن ده خلاص يعني كده شلتي المكياج. لا، ما ينفعش خالص. تروحي برضو التواليت ولازم تحطي ميه، لازم تغسلي وشك. اغسلي وشك. مش هقولك بجونسون لازاله المكياج بلاش، لو مش عايزه تجيبيه او مش بتحبيه بلاش. اغسلي بالمنتج اللي انت حباه، اللي هو بقى بتاع الحبوب، اي منتج غرني، اي منتج انت بتستخدميه يوميا عشان تغسلي بيه وشك. برضو حطي ميه على وشك وامسحي وشك كويس جدا، وارجعي امسحي وشك برضو بالتونر عشان تتاكدي ان انتي شلتي المكياج. اخدتي وقتك ان انتي تحطي مكياج، يعني خدي برضو وقتك ان انتي تشيلي مكياج. يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وتجربوا المنتجات دي، وكمان انتوا تقولوا لي رايكم. شكرا على المتابعه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد. وباي باي يا بنات، مع السلامه. استنوا، اوعوا تنسوا تابعوني على سناب شات وانستجرام وفيسبوك وجروب الفيسبوك. باي.